الأخوة الشباب كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين. والله أنا طبعا من أمس شايف فيه إشاعات كده وداير زي ما بيقولوا. اللي بيعرفنا ده ما محتاج عشان نعرف نتكلم ليه، هو بكون عارفنا تماما. ما الرجال إصلا قالوا معادن، ما الرجال معادن ومواقف. وفي مثل عربي اللي بيقول لك ما عنده قديم ما عنده جديد. في البادرة دي زمان كل كان الكلاب دول روجوا ليها، لكن وقت ده كان إحنا برا، وبعد ما روجوا لها قلنا لكم الأيام الجاية بنكون هناك بالفعل. إن الأحدى كان مسؤولا. ثم ثانيا نحن والله بنشكر الشباب كلهم اللي وقفوا في هذه القضية وعرفوا قضيتهم، ووفروا لنا مجهود الإرشاد ذاته. في ناس اللي يرشدوهم إرشاد أو وعوهم توعية، هم الحمد لله لقيناهم فاهمين وعارفين القضية قضيتهم، المستقبل مستقبلهم، وهم ناس هامش. ونحن ما وحدنا، معانا قبائل كثيرة باللهجات وبالمختلف الألوان والجنسات، ومواطنين ومقهورين من قرون السنين. ودي بسموها تحرير رقبة. احنا هم ده الذات في رقبتنا، لابد نحررهم من هذه القبضة، قبضة الظلام وقبضة الناس تجار الدماء والناس الإرهابيين اللي بيدعوا بالدين، وفي النهاية بيعملوا حاجات شنيئة جدا في البشر وما في حد عملها. نحن الناس دول بنوصفهم دول بوكو حرام. اصل البوكو حرام بتعرفوها شو في التحارب في النيجر؟ الواحد بيطبح وبيصرخ وبيقول الله أكبر، دول هم معاهم سواسي، أنا ما شايفهم معاهم في مقام واحد. ثم تاني الناس اللي بيعرفونا واللي اشتغلنا سوا او اللي قعدنا سوا دول بيعرفونا، بيعرفوا معادمنا، ما بيحتاجوا مبرر. لكن اي زول ما بيعرفنا نحن نقول لكم ابشروا، والقضيه قضيتكم وقضيتنا ونموت فيها، منتصرين او مهزومين دي قضيتنا نموت فيها، ما عندنا اي خيار تاني عشان تكونوا عارفين. ولايفاتهم وحاجاتهم شغلاتهم اللي بيكتبوها وكذا كذا هم واثقين بيعرفونا تماما. اللي اشتغلوا معانا وفزوا مشوا رجعوا جابتهم المسرح ورجعوا كل عارفين ان نحن كده ولا نتام لمؤسساتنا دي ولا نتام لمجتمعنا ده. ما عندنا لعب نهائي. هم ذات بيعرفونا، كان سالوهم حياتهم بيعرفوا كيف الترويج اللي بيسووه ده، فوق نحن ما بيركب. واحد قال سأل لواحد، قال داير، قال خطه قايد وسأله شافك كيف شغلتك ما عاجبه. قال لي انت كاسة، قال لي، قال ضرب لي مثل، قال لي اسا كان سمع زغرات بتشعر بشنو؟ قال بيحس، قال مره وزغرطت بس. وقال لك انا سمعت كوروراك، قال ما كله مره وكوره كده بس. وقال لك الخيل بقلبا كده، قال خيل وجاريات بس. قال لي انت ده طاغوت، ده انت ده خالي من الاسماتو ده، خالي من الرجوله. قال لي انت ده طاغوت ما بتصلح نهائي. وبالفعل فشل. وهو شغل ما حكايه، امر واقع. كان زمان واحد خلف، كان اصيل الراحل اصيل ربنا تقبله، خلف واحد زي ده من النوعيه دي، فشل الناس وباع الناس، وهسه قاعد زي ما بيقولوا زي تورد دمك، ولا بيقتل ولا بيحيي ولا ود ولا بيجيب. يعني احنا ما بنشخص الناس ولا بنقول المشى في شين ولا زين ذات ابدا. هو شين هو زين ده هو حيده بيعرف نفسه، وامه وابوه بيعرفوه، وعياله بيعرفوه، وكان في زول متولي بيعرفها. يعني احنا المشى ده بنعتبره زي ما بيقولوا بلا وانجلى بس. والقضيه هي زي ما بيقولوا الشباب عرفوها ويصلوا بنصروها. الشباب نحن امنا في الشباب. ليش؟ الناس اللي ما هم شباب والناس المصالح بيشوفوا القضية دي قضية وراسية، قضية اسمها قضية شبابية وقضية بتاع أمة وحقة هامش، ما دايرين يضحوا فيها بهذه السهولة. ما هم ناس مصالح، لو ضحوا فيها بكون رجال مستقبل وتاريخ. الناس ما حدين ما دايرين يخشوا التاريخ وإصلك هم خاليين من قيم التاريخ. ونحن يا جماعة والله من عمرنا 16 سنة والله عندنا الغريزة دي في قلبنا، وبنبحث من هذه البوصلة اللي بتخلى الناس تاخذ حقوقك وتتعلم تعالي نفسها وتتعلم تعلم نفسها. دي بس اللي بنبحث عنها في هذه القارة الإفريقية دي، وبالذات في المسألة. والبوصلة دي أسا لقيناها، ما سعينا لها، ربنا كده جعلها وبقت. نحن بنكمل فيها ولد ولد ولد. لو واحد اتشهد فيها شهيد. ولو ما سمعته هم بظنوا في شهادتنا ذاتها، نحن نعتبر نفسنا الشهاده فيها. ومن اجل امه، ومن اجل تحرير امه، كأن تحرير رقبة. انا ما عارف الشغل ده حديث ولا آية، لكن خلاص نحن كان حديث. نحن هذا الطريق بادين فوق، بنحرر الامه دي من هذه القبضه، قبضه الارهابيين والناس الضالين دول. وهم بيعرفونا تمام. هم حاولونا قبل الحرب دي ما تبدا، كان سعوا لنا نكون في صفهم، وحتى الحرب دي تبدا وريناهم. قلنا لهم أول شيء ما بقابلوا الرسول،
والقلب هو واحد بس. نحن زي ما بقولوا قلبنا مع أمتنا ومع مجتمعنا اصلا كده، ولا أهل مصلحة، ولا ناس شوفونا، ولا ناس مادة، ولا تجار، ولا خونة، واصلا تاريخنا سليم ومش سليم. ونحن شباب انتوا جزاكم الله خير ما قصرتوا، نوصوكم ونوصوا نفسي. نحن في الايام القادمه في الاسبوع القادم ده بنكون معاكم، وبنكون معاكم ده ما بنكون في الجنين ولا بنكون في المقدمات، وبنقود الحرب دي بفكرتنا وبتكتيكنا، مفهوم معاكم وبانفسنا. لو متنا راضين كل الرضا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم وتارة أخرى. ونحن متنا من أجل أمة، ده موت بشرف. لو ذكرنا التاريخ بذكرنا بشرف. وهو إصلا زي ما بقولوا العالم هو ميت ميت. كان فيه زول زي ما بقول أخونا اللي لسه بيلقى للناس عيوب بيتكلم، أنا ما داير أذكر اسمه أسامية زي اثنين وثلاثة، بيقولوا في المسيرات وفي كده. هو كان في ناس خنست من المسيرات خليها تخنس، لكن ما تلقى للناس عيوب، هي عايبة عيوبها زي الهم وزي التراب، ونحن عارفينها. الشالة من الناس لك عارفينها، والقالة معاهم عارفينها. وللأسف الشديد خضعت بعض الناس وتشهدوا معاها. مفترض أي زول يحترم الزول اللي تشهد في صفه ذاك، خليه من الشهداء العام. ونحن وعد لأمهات الشهداء، ووعد للشهداء، ووعد لأرامل الشهداء، ووعد لأبناء الشهداء. والله لو ما موتنا القضية دي ننصرها، ويوم من الأيام نرجع نخاطبهم. وفي النهاية نحن ضحينا من أجلهم هم، زي ما أبهاتهم وأخوانهم وزي عيالهم وكده، في رقبتنا دي، في رقبتنا دي. ولو متنا وصلناهم ونحن ما أفضل منهم زيهم، بس هم أفضل لو ما أشرف مننا، نحن ما اسمعتوا. أبشروا، اللي ما بيعرفنا يعرف، واللي بيعرفنا ما بيحتاج نحن بنمليه. نحن وقت الوضعاء في ذاتها بنقف قدام الرجال وبنخاطبهم، بقول لهم نحن بنصنعكم ليومكم، ويومكم هذا ده يومكم، ده يومكم. نقول للناس من زمان نوقف قدامهم بندربوهم ونقول لهم نحن بنصنعكم ليومكم وده يومكم. ايواتك واصل الصابك كده ما بلكوا. ايواتك ليه؟ لكن البغل ما بقى حصان، خلوا البغال ترتع محل ما داير ترتع. والحصان كان زي ما بقولوا عنده واجب شنو يقوم بيه. جزاكم الله خير، ربنا يحفظكم ويديكم العافيه والصحه وخليكم مطمئنين. ونحن يصلك زي ما بقولوا لا اشتغلنا في جيش ولا منقى جيش ولا نشبه الجيش، ولا هو راضي عني ولا نحن راضيين عليه. الأخوة كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين، ربنا يديكم العافية والصحة. والله نحن حبينا من أيام شايف فيها الكلاب ده عندهم لهم حاجة كانوا مروجينها، وحبينا دايرين نطمن الناس اللي بيسمعوا بينا وما بيعرفونا. اللي بيعرفنا ده صديقنا وصاحبنا وهو بكون بيعرفنا. قالوا اللي بيعرف معدنك، اللي بيعرف معدنك ما بيحتاج تاني لتوصيف. لكن اللي بيسمع بيك وبظن فوق ظن الخير ولا كده، او بظن فوق ظن الاسماتنا، ممكن زي ما بيقولوا ما يقدر يحللك. يعني احنا دايرين الناس اللي ما بيعرفونا ممكن بس نوضح له. اول كاخواننا، نحن والله تاريخ الدعم السريع ده انا شايف الناس دائما مركزين في 15 ابريل، لكن تاريخ الدعم السريع ده اكثر من 15 ابريل ذاته. تاريخ الدعم السريع ده من انا بتذكر الشهداء بتاع طروجي. مجرد ما هسه يموت زول هنا ويطروا الشهداء انا بتذكر شهداء طروجي. طبعا الشهداء ما شهداء بكميه جدا من اجل هذه السودان دي بس. والكلاب دول عارفين الكلام ده، اللي لسه زي ما بيقولوا طلعونا ولا شيء، دول هم عارفين. نحن شهداء ضرويجي ولا ما بننساهم، وشهداء 2013 ما بننساهم. خلي مات في معركة القلبت بعربية نحن ما قاعدين ننساه. ثم تاني نحن أهل قضية إصلاح، ونحن رجال تاريخ. لابد نعرف في فرق بين الحرب بس، وفي فرق من الحرب من أجل معانيها الحقيقية. بعدين نحن يا جماعة ما برانا الحرب دي، نحن فيها أمة عديل غارة، معانا كل القبائل والجنسيات واختلاف الألوان والأشكال واللغات واللهجات ومواطنين، لكن أمة مقهورة من سنين طويلة. أمة مقهورة من سنين طويلة، والأمة دي ربنا جعل نحن دول نرفع منهم الظلم. هسه الحكاية الناس وحدين بأبوها بنططوا منها ترب 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 دي، ده اختيار الله. الله خلقنا لهذه المرحلة دي اللي تشهد يموت فيها شهيد، وأدانا فيها رجال عظماء تشهدوا فيها. ربنا أدانا لهم بعظمتهم استشهدوا عشان شنو؟ يخرجوا الأمة المقهورة المظلومة من قرون طويلة بشنو؟ بأنفسهم وبأرواحهم وبدمائهم وبهنو ومن معاهم. نحن كده، نحن خليهم دائما نظن في قضيتنا دي، قضية دي رب ضارة نافعة، ما رب نافعة ضارة، رب ضارة نافعة. قضيتنا هكذا.
اثنين نحن معلومين عندنا العلم التمام. الناس دول نواياهم وخبصهم اللي بيعملوا ده كلنا نحن داركنا ما ورونا لنهاية. لكن في أمة ما دايرة تخش التاريخ وما دايرة تضحي من أجل الآخرين. وبقولوا لك الصوار الحقيقيين الأول من يضحي والآخر من يستفيد. وهم ما دايرين ان هم يضحوا والآخر من يستفيد، دايرين هم يستفيدوا كويس. يلا دول معانا نحن ما بتماشوا، والقضية دي بتبقى لهم شنو؟ قضية دي صعبة عليهم. لكن ربنا أكرمنا بالجيل، بالشباب، الجيل الجديد ده جيل واعي وجيل مستقبل. المات ويذكر التاريخ ومات في واجبه ومات في قضيته، والحي هو أهل لهذه القضية. وبعدين بيصير عليها، بيصير فيها إلى الإمام وبرجيها له البعدين زي ما بيقولوا البنشأ ذاته. القضية دي هي تنتصر والظلم يرتفع والعالم يتعلم والعالم زي ما بيقولوا يدرس والعالم زي ما بيقولوا يتحرر من الغبضة، وكل زول يعيش بمهنة اللي هو بيتقنها. ده نحن الدايرين. نحن دول كلنا اعتبرونا نمشي ضحية بس شهداء. لو هم شاكين في شهادتنا ان احنا بنضحي، بنقول شهداء وبنضحي بنقول شهداء. لو هم شاكين في شهادتنا، هم اللي ما عندهم شهادة، هم اللي ما عندهم شهادة. كل حربة معنونين لها جدول كويس. الناس دي هم عارفين تماما ان احنا ما في كلاب يشتغلوا معانا ناس مصالح. وبعد المسألة ما وقعت جروا عارفين ان مين احنا. هم ودلاك اللي كان سألوهم بيعرفوا معدننا نحن شو. عارفين ان احنا لا ناس مصالح ولا ناس دنيا ذات. نحن اصلا من زمان هم معانا كده قرأونا تمام. نحن من رجال نصرة المستضعفين ومن رجال التاريخ ومن الرجال من زمان في العافية. نحن الشباب اللي بيعرفونا ودي الذمة ان احنا كل ما نجيف قدامكم نقول لكم ان احنا بنصنعكم لا جزاء لا شكورا من اجل يومكم. يومكم شنو؟ ده يومكم، ابقوا قدر يومكم ده، ما تنسوا الكلام ده. والناس اللي كان ان احنا زي ما بقول اتدربنا معاهم في ميدان واحد او وقفنا قدامها يوم من الايام وهي لابسه البزدة العسكريه حق التدريب، بنقول لكم ان احنا بنجهزكم ليومكم. يومكم ده شنو؟ ده ذات يومكم، تحرير المظالم من القبضه الارهابيه دي بسموها تحرير رقبه. ما قال لك تحرير رقبة، أنا بقول دي ذات الآية بتنطبق هنا في الاسم دي بس تحرير رقبة. في أمة مظلومة ولا حول ولا قوة لها، ضعيفة ومظلومة، اعتب بحررها. ربنا جعل نحن دول نتكاتف كلنا ونتوحد ونحررها. نحن بنحرر هذه الأمة ونلاقي ربنا بعد ده هناك. استعنا من ربنا ده نحن مؤمنين به. ربنا قال منها خلقناكم وفيها نعودكم، ونحن في فهمنا ده الشيء الحاصل ونحن ماشيين من أجله. وانتوا الشباب المات يموت في واجبه، والحي راجل المستقبل والجيل اللي وراكم، وانتوا بتحرروا أمة. الناس زي ما بقولوا إصلا الخيل بتسبق والبغال إصلها البغال خليها ترتع. الخيل إصلا بتسبق لكن البغال خليها بغال. إصلا البغال خليها ترتع. لو زول هو إصلا ما رجل شغل غريزة في قلبه ما في قيمة، في قلبه ما في زول بتاع بيزنس ومصلحة، وزول مصلحنجي وإنسان دنيء وبيمشي يفتش محل الدمدمة والدناءة. انت بتسوي كيف؟ دي خليقة الله، ربنا خلقها هش. هاي ما في لا على المريض حرجا. لكن نحن اللي بوجعنا إنسان يصهر معانا في صفوفنا وهو بطل ويقوم يساندوه جزء من الرجال، لا هو ولدتم ولا جابتهم أمه ولا أبوه، ويقوفوا في خلفه ويقدم بهم ويطلع بهم اسمه ويبرز بهم اسمه. في النهاية يبقى خاين يبيع دماءهم. دي نحن الشيء اللي بوجعنا. اليوم الإنساني لو هو براسه بيجي بقيفه براسه بينشأ مشكلة، لكن دي واحدة. ثم تاني زول يكون خاين وموجود معانا ويحدث لنا للعدو ويدي معلومات والطيارات يجي يضرب يقتل الناس. ده نحن والله العظيم ده المجرم الأول. العدو اللي بيقول لك المنفصل ده المتصل عندنا نحن مقتول. نحن نتطلب من القيادة تطلع قانون يشملنا ان احنا لما نتكلم دول ويشمل كل واحد. نحن اي زول نطلب من القيادة يا ريت في مادات الحرب الموجودة في القوانين تطلع لنا اي انسان يمسك متعامل
وبالذات اللي هو كي منتمي لهذه المؤسسة رميا بالرصاص بس، مهما يكون حبيب المتحدث ولا زي ما بيقولوا ولا موسى الغير متحدث ولا آدم المو متحدث، لابد القانون ده يتفعل عشان نحن ما يمكن نجامل بالاسماء دي. نحن ولا تبادي القضية دي في رقبتنا، تحرير زي ما بيقولوا الأمة دي من هذه الظلم في رقبتنا. ثم تاني أمهات الشهداء وعد تام، يا نحن وقينا شهداء وصلنا الشهداء اللي قدامنا، يا نحن لو حيين النصر ده يجي على شنو على يدنا، والأرامل الشهداء نقول لك أن أبشرا نحن لو حيين نحن سايرين على هذا الطريق ونيجي النصر، وعيال كان يحنوا بعيشة كريمة ويتعلموا، ونحن بنتحمل مسؤولية الأرامل الشهداء دي هن وعيالهم وأمهات الشهداء هكذا وأبهات الشهداء هكذا. والحمد لله ما نحن ما ناقصين الرجال موجودين. مفهوم معاكم؟ نارنا دي بنصبحها، نارنا دي ده كل بنجو ده انتهى، ده يجي طوالي لحد ما نارنا تصبح ونصرنا يجي. اللي بيموت يوم اللي بيموت ده إلا ربنا أزل يموت، والربنا ما أزل يموت ما يموت. خلوكم ناس قدروا مسؤوليتكم، وخلوا المرجفين واللي بيتخانسوا ومن أسع بتجاروا هم الناس دول من حكموا القرون دي قدموا لهم شنو وعملوا لهم شنو وأدوهم شنو وأنجزوا لهم شنو؟ ها؟ أسا جاي يجروا لهم أسا بعد ما الحرب أخذت وزرها والحرب عمل لها إفرازات، واحد يجري إلقى شنو هو ده أسا يقولون بداية الصفوف الأمامية. مفهوم معك؟ زي ما بيقولوا ما لقوا يحلوا مشكلتهم وما قدروا يحلوا مشكلة مرتباتهم أو أولادهم، بيقولوا لهم هم اللي بيجاروا دول ما دايرين بس زي ما بيقولوا يجيبوهم واحد اثنين ثلاثة وبكرة بقدموا لهم بلاغات وبيقولوا لك دول مجارم ودول بجارم زي الوصف اللي كانوا وصفوهم بخليهم يمشوا. ده ما يصلى زي ما بيقولوا الإنسان زي ما بيقولوا بتسموه شنو؟ بيقول لك شك حرب توقع فيها وحفر حفرة توقع فيها، دول حافرين حفرتهم وربنا يرمون في حفرتهم دي. أيوة نحن زاد الزول اللي بيكون معاك وقلبه ما معاك ده اللينجي بيلحقه، اللينجي بيلحقه، واللينجي يوم يلحق يزحزحه بمرقه في بلد زي دي، ويوم من الايام يندم يتمنى يموت يندفن هنا خير من يندفن هناك. وفي احدهم قبلهم مشوا هناك بق 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 قاعدين بيسووا في النهايه اكلوا لهم سمك ماتوا، وانذكروا فطايز ما ذكروهم خلاص اصبحوا شنو زي ما بيقولوا حمار سلوا وتت اللي بيقولوا وجروا لهم هم. لكن ربنا لما قاعد الموت ما خلاهم، الموت ده ما اللي حق الحرب ده ماتوا. واحد زول اكل سمك جرى لهم، وكان زول اكل سمك بقي فطيس. كله نحن شفناه، شوف التاريخ السيء ده. وزول قاري ومتعلم في النهايه طلع شنو زي ما بيقولوا حمار سر وتت ساكت. يا اخي الناس خليها الناس خليها اول كده تخاف ربها، وخليها تحترم الشهداء، تحترم الشهداء دي وتحترم انفسها، واي زول يحترم شهدايا بس اللي هو بيعرفهم. خليك من الشهداء العظماء العامه دي. والنصر نحن جايبينه، ولا طلبنا من زول يمشي يحارب، ولا طلبوا مني يمشي يكون طاقم دوشك ولا قائد معركه. والناس بحيث التنطط مالها ما شوي بتتراجف في شنو؟ نحن منصورين وداش اختيار الله اختار الحرب دي تقى ونحن نجيب للناس دول شوكة حود، ونحن ننقص هذه الأمة ونغير خارطة الطريق الوهمية حقة الظلم والضلال والكذب والنفاق. فمش ظهروا لنا بيقتلوا في الناس وبقطعوا رؤوسهم وبشقوهم. نحن شغله زي ده ما عملناه. حرب عندي افرازات، لكن افراز زي ده نحن ما عملناه. ايواتك لا عملنا ربنا يحاسبنا في شانه، ولا عملنا ذات التاريخ يحسب لنا، لكن هم عملوا. دي امه نحن معاها بتاني بنتفق، دي امه نحن معاها بنؤمن بها، بنمشي بنقول لهم انتوا على حق ونحن على باطل. كلام فارغ.